السلام عليكم. انا رجعت، معلش انا كنت غايب عنكم عشان الامتحانات، والحمد لله بفضل ربنا رجعت لكم تاني. وانا بعيد عن السوشيال ميديا كنت بقرب من نفسي اكتر واكتر، كنت بسأل نفسي سؤال: انا رايح على فين وحياتي ماشيه ازاي وسط الزحمه والدوشه اللي بتحصل دي؟ في سؤال واحد كان دايما بيلاحقني: انا علاقتي بربنا عز وجل عامله ازاي؟ ده اللي خلاني ارجع لكم النهارده، مش بس عشان اقول لكم انا رجعت، لكن علشان اقول لكم لو في حاجه تستاهل انك تبدا بيها هي الصلاه. في ناس بتتكسف انها تسمع الكلمه دي وبتحس انها تقيله على قلبها، بس والله يا صاحبي ازعل انك ضيعت ولو ركعه واحده منها. بس الصلاه مش مجرد فرض وخلاص، دي امانك. الصلاه مش مجرد طقوس وخلاص، الصلاه هي اللي بتحميك من شر نفسك، من ذنب كنت هتقع فيه، غلطه كانت هتخسرك نفسك وحياتك. اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي الدرع الواقف بينك وبين الضياع. يسايب الصلاة متعمد بيأذي غير نفسه بس. رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. معنى الكفر هو الإنكار، بمعنى انك بتنكر الصلاة، بمعنى اكتر بتنكر وجود الله عز وجل. واستغفر الله العظيم. فهمت؟ الصلاة مش مجرد حاجة حلوة بتعملها بس وخلاص، ده خط فاصل. هل انت مع ربنا ولا لا؟ ربنا قال عن اهل النار لما اتسألوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. معنى سقر هي أشد أنواع الحر وأشد أنواع الاحتراق، بمعنى أكتر لا تبقي على أحد وتحرق الجلد ثم يعاد، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، لما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. انت متخيل ان تارك الصلاة بيتعذب أشد أنواع العذاب؟ أما اللي بيصلي حتى لو مقصر في الصلاة ربنا مش بينساه ابدا. اللي بيصلي حتى لو ضعيف، حتى لو بيتعب، حتى لو بيقع، عنده باب مفتوح هو فتحه لنفسه. كل مرة بيسجد فيها درجاته فيها بتترفع. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ربنا وعد وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لبالك علشان هيجي يوم بص وراك هتلاقي كل حاجة راحت منك، وساعتها تفتكر أنا كنت سايب الصلاة ليه؟ كنت سايب باب ربنا عز وجل مقفول ليه؟ افتكر دايما ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة. طب اللي بيصلي ايه جايزته؟ ياخد حاجات محدش بيشوفها: راحة، امان، نور في القلب ونور في البصيرة. الصلاة مش واجب وخلاص، دي راحة ليك. الصلاة مش عيب، دي امانك. ما تقولش هبدأ الصلاة قريب، لان الموت مش بيستأذن لا الكبير ولا الصغير. ما تقولش انا بعيد، لان اللي بيصلي النهاردة كان بعيد من يومين. خد اول خطوة وصلي، حتى لو انت بقالك كتير ما بتصليش، وكل سجدة بعد كده هتقربك وهتغيرك، صدقني. ودي نصيحة اخوية. اشترك في القناة وسيب لي كومنت: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. والسلام عليكم.